في إنجيل معلمنا يوحنا وبالتحديد في الإصحاح 9 نلاقي إن الكتاب المقدس كان بينقل لنا قصة شفاء المولود أعمى. لكن لو جينا نقف عند عددين معينين في الإصحاح ده، وهو لما الكتاب بيقول: وتفل على الأرض وصنع من الطفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى وقال له: اذهب واغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل، فذهب واغتسل وأتى بصيرا. المسيح في المعجزة دي قدر من خلال شوية تراب إنه يخلي الأعمى يبصر. الأعمى اللي بس كان قاعد وبيفكر إزاي هيعيش يومه وقاعد بيستعطى علشان الناس تديله شوية فلوس قليلة يقدر يعيش بيهم حياته، خد من المسيح أكبر بكتير من اللي هو كان مستنيه. هو كان منتظر بس شوية فلوس صغيرة، لكن المسيح قرر يديله حياة وقرر يديله بصيرة أو بصر يعيش بيه، وإنه يقدر يشوف وإنه يقدر يعيش زي أي حد موجود حواليه. أوقات كتير ممكن تفتكر إن ضيقتك ملهاش حل، أوقات كتير ممكن تفتكر إن المشكلة اللي أنت موجود فيها مفيش مخرج ولا في مفر منها، أو مفيش أي حاجة تقدر تساعدك إنك تعديها وتفضل واقف على رجليك. لكن الواقع إن حلول ربنا دايما بتكون مبهرة. إن ممكن مثلا تكون أنت بتفكر إن الحل في حاجة كبيرة قوي، لكن وقت ما ربنا يأذن إنك فعلا تخرج من ضيقتك هتلاقي إن الحلول رغم بساطتها بتكون مبهرة جدا. لو نفتكر كمان قصة داود قدام جليات، وقت ما جليات كان ماسك سيف ورمح ودرع وحاجات تقيلة وكبيرة، داود جه يدوب بطوبة صغيرة قدر إنه ينتصر على جليات ده. يمكن انت بتفكر في حلول كبيرة او حلول معقدة او حلول من وجهة نظرك انت الارضية تبقى قادرة انها تخرجك من مشكلتك، لكن في الوقت اللي هتسيب فيه ربنا هو اللي يتصرف وربنا هو اللي يدافع عنك وهو اللي يحميك، ساعتها هتشوف ان حلوله ممكن رغم بساطتها تبقى هي الحل المثالي والحل الاكيد علشان تخرج من اي ضيقة انت موجود فيها. قبل ما تقلق وقبل ما تخاف وقبل ما تفكر، سيب حملك كله على ربنا، سيب ضيقتك كلها في ايد ربنا، سيبه هو اللي يدبر حياتك ويرتب حياتك لانه بيدبرها كما يليق. خليك واثق فيه وان حلوله دايما بتكون مبهرة.